السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. قضت محكمة جنح مدينة نصر على حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالحبس لمدة سنة وغرامة 100,000 جنيه في القضية المرفوعة من محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز. وجاء الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح مدينة نصر بحبس حسين الشحات لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وتغريمه 100,000 جنيه وحرمانه من مزاولة أي نشاط إداري في الرياضة لمدة 5 سنوات. وكان محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز تقدم بدعوى قضائية ضد حسين الشحات لاعب الأهلي بسبب تعدي الأول على لاعب بيراميدز يوم 23 يوليو 2023 وفي استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وفي وقت إقامة مباراة نادي بيراميدز FC ضد النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز. ووجه لاعب بيراميدز اتهامات للشحات بالتعدي بالضرب والسب والقذف والإهانة والتشهير به. وعقدت محكمة مدينة نصر عدة جلسات غاب عنها الشحات إلى أن تم إصدار الحكم اليوم الخميس بحبس حسين الشحات لاعب الأهلي لمدة سنة. وشهدت الجلسات الماضية طلب محامي الشحات من هيئة المحكمة تأجيل القضية 3 أشهر لحين رفع القضية إلى المحكمة الدستورية. كما طلب حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات للإدلاء بشهادتهم في القضية، وهم محمود فتح الله مدرب بيراميدز وطاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز، وسماع شهادة اللاعب طاهر محمد طاهر وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة.